السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وما ننساش بقى كده اصدقائي واحبابي وصحباتي نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فضلا طبعا وليس امرا. لو انت اول مرة تشوفي قناتي، دي قناتي على اليوتيوب اسمها اشرقت الانوار. اتمنى منك ان انت تشرفيني وتدوسي كده على كلمة اشتراك عشان القناة ان شاء الله بإذن الله تكبر بيكم. خدي لك بقى كده لفة في الفيديوهات السابقة، ان شاء الله هتعجبك القناة جدا. بنقدم روتينات وصفات عزومات كل ما يخص البيت والأولاد. بنقدم لك كل ما هو مميز وجديد. بس اتمنى منك بقى ان انت تحطي لي بقى كده لايك وتكتبي لي كومنت حلو كده من قلبك علشان يشجعني. النهاردة ان شاء الله هننزل كده نجيب طلبات مع بعض للبيت يعني. وهنعمل غدا مع بعض كده وهننضف اوضه الولاد، يعني هنعمل روتين حلو كده ان شاء الله باذن الله هيعجبكم. زي ما انتم شايفين كده. احنا بنعتمد في القناة ان احنا نقدم كل حاجة بالبساطة بتاعتها. ما بحبش ابدا التصنع كده في الكلمات ولا في اي حاجة بصراحة في حياتي. اي حاجة بقدمها معاكم من قلبي والله العظيم، زي ما انا ما بعملها في البيت. بوصلها لكم بنفس الصورة بالظبط. واكيد كلكم بقى الناس اللي متابعيني وعارفيني هم عارفين بقى عني كده يعني. يلا بقى كده عشان احنا رغينا شوية حلوين. نخش على الفيديو كده مع بعض ونسمي الله. اول حاجة كده هعمل سندوتش كده جبنة، حاجة خفيفة بقى لان اليوم النهاردة ان شاء الله هنزل اجيب بقى طلبات من تحت وهودي دروس وكده. فكنت واخدة اليوم زي ما بيقولوا فحت كده من اوله. كانت ماما بصراحة جايبة عيش بلدي كده. فاخدت منها كده ايه، قلت اعمل يعني سندوتش. عملت سندوتش كده جبنة فيتا وقطعت خيارتين كده. وده هيكون فطاري النهاردة. جيت اقلبه كده لقيته قلت اقلبه على الجنب اللي عليه الجبنة يعني. وادي كده الخيار، خيار نازل بلدي بصراحة جميل قوي في الشتاء بصراحة. وادي سندوتش الجبنة، دي الحاجة يعني المفضلة بالنسبة لي يعني. بعد بقى ما فطرت والحمد لله ونزلت كده جبت طلبات البيت. تعالوا كده نشوف جبنا ايه مع بعض. جبت البلح اللي هو اللي بيقولوا عليه زغلول بقى، معرفش بيقولوا عليه ايه بصراحة يعني. دوت كان الكيلو وربع ب20 جنيه. البلح ده بصراحة غالي قوي. بس هو بصراحة يعني ايه اليومين دولت بيبقى مسكر جدا كده ومقرمش يعني. جبت كمان موز، الموز ب15 جنيه. لقيت واحدة مستوية كده قلت اكلها معاكم لان ولادي طبعا لو لقوها مش هيرضوا ياكلوها. وجبت تفاح بقى دوت احمر واصفر زي ما انتم شايفين كده ب20 جنيه. والبطاطا جبتها 3 ب10. وجبت طماطم بقى، هي مش كبيرة قوي ولا صغيرة قوي. يعني هي وسط كده، جبتها 2 كيلو ونص. ب10 حلوة يعني، ربنا يهديها كده وترخص. والفلفل بقى يا جماعة جبته ب10 جنيه. ولقيت حنين كده وهي جايه والله كده جايبه معاها سفندي، كانت جايه من المدرسه لقيتها جايبه سفندي. بص الراجل ضحك عليها ومديهولها كله ناشف والله العظيم. وبالعرش بتاعه يعني. بس قعدنا نضحك عليها شويه انا وباباها يعني وكده وخلاص. وجبت كمان كوسه. الكوسه دي جميله قوي. كانت ب12 جنيه، خدتها ب10 جنيه. قلت عشان اعمل حبه محشي بقى مشكل كده. وجبت بتنجان بقى، البتنجان برضو ب10 جنيه. والخضرة بقى احلى حاجة اليومين دولت الخضرة بصراحة. الخضرة كتيرة قوي ورخيصة. ال3 كيلو التلات ربط ب2 جنيه، يعني حلوة بصراحة الايام دي. وكان بقى ناقصني شوية توابل كده كنت جايباهم عشان ما اضحكش عليكم يعني قبلها بيوم. وكانت ماما ربنا يخليها يا رب نقتهم لي بقى وسفحتهم وظبطتهم كده وجهزتهم علشان اخدهم بقى ايه اشتغل بيهم على طول. نسيت والله، كنت حاطة الكبدة في التلاجة علشان كنت حاطاها في التلاجة يعني عشان الوقت وكده. فبصراحة نسيت اصورها معاكم في المشتريات يعني. وكان عندي بطاطس زي ما بوريكم اهو، ما جبتش بطاطس يعني الاسبوع دوت. وده كده كانت مشتريات النهاردة. حاجة بسيطة بقى كده. وزي ما بقول لكم بصراحة يعني ايه انا اكتريت الخضار كلها جنب البيت. جيت هنا بقى على طول بعد ما شلت كل حاجة بقى كده. غسلت ايدي طبعا وجبت طاسة نضيفة كده. قلت بقى هدي تحميصة كده للتوابل دي. اهم حاجة بصراحة ان احنا نديها التحميصة الخفيفة دي. او لو انت عايزة تحطيها في الشمس، بس في الصيف يعني لو انت عايزة تحطيها في الشمس تبقى الشمس حامية شوية. انما في الشتاء لا. فبهدي النار وبديها تحميصة كده على البوتاجاز. مش بنحط زيت، مش بنحط اي حاجة.
بس بنفضل بقى جنبها، وكل شوية من وقت للتاني بنقعد نقلب فيها كده لغاية لما نشم الريحة بتاعة الزيوت بتاعة التوابل دي، يعني ايه طلعت شوية. وفي نفس الوقت نخلي بالنا عشان ما تتلطعش مننا والتوابل تطلع معانا غامقة كده وبتبقى مررة بصراحة. بصوا بطفي النار وبقعد اقلب برضو كده وهي في الطاسة، لان الطاسة بتبقى سخنة جدا. انا هنا حمصت كزبرة وكمون وورق لورا، بصراحة بحبهم جدا مع بعض الاتنين دولت، التلاتة يعني. ولو كان عندي زر ورد كمان بحطه، وقرفة وجنزبيل وكل حاجة بصراحة بحطها في بهارات الكمون دي. بحط بس شوية ملح كده وبطحنهم مع بعض كويس عشان بقى يسهل عليا موضوع الطحن. بصوا بقى لونها بتطلع في منتهى الجمال زي ما انتم شايفين، ولا ريحتها بقى. الناس اللي بتستغرب ان انا بحط الكزبرة مع الكمون، دي منها يا جماعة بتزود التوابل شوية، وفي نفس الوقت بتخلي الريحة جبارة بصراحة. يعني بدل ما تقعدي تطحني ده لوحده وتطحني ده لوحده، لا الاتنين بصراحة مع بعض تحفة. طحنت كمان هنا فلفل اسمر، وحطيت معلقة صغيرة من الجنزبيل على الفلفل الاسمر، وحطيت كمان معلقة صغيرة من الحبهان المطحون. ده بشتريه مطحون كده، الكيس اللي انتوا شايفينه دوت ب10 جنيه المطحون. وكنت جايبة والله برضو حبهان صحيح وكده، بس بقى اختصارا للوقت يعني معاكم كده. هبتدي بقى افضي التوابل كده كل حاجة في مكانها، لان انا بقى ايه هنعمل محاشي وهنعوز بقى في الكبده والحاجات دي. فبصراحه ما كانش عندي توابل، فقلت لا ما بديهاش بقى، لازم اطحن يعني. وبصراحه كنت الاول يعني مش هضحك عليكم كنت بطحن الكميه كلها، بس بصراحة مع الوقت لما كانت بتقعد كده كنت بحس ان ريحتها بتروح. انما لما بطحن على قد البرطمان يعني على قد ما هستخدمه، فكانت بصراحة بتبقى مريحاني وريحتها في نفس الوقت حلوة. كده بقى خلاص طحنت حاجتي ونضفت الرخامة وشلت بقى التوابل حطيتها مكانها. ادي الكبدة بقى طلعتها هنا من التلاجة جنبي، ما كنتش حطاها في الفريزر طبعا ولا حاجة، لان انا عايزاها طازة كده يعني. وقشرت كنت مقشره بطاطس وحطاها كده تتنقع. هبتدي ان انا بقى ايه اقطعها. هنقلي بقى مع بعض كده بطاطس، وهنقلي فلفل وبتنجان. هنعمل بقى حبه تحابيش كده جنب الكبده بتاعتنا. طبعا الطاسه معايا بقى هنا ايه خدتها هي كمان نظيفه بقى، حطيت فيها زيت على طول، وهبتدي ان انا ايه اقلي بقى البطاطس الاول. بطاطس اليومين دولت يعني شد حيلها بصراحه يعني. ف... وفي نفس الوقت كده يعني في بطاطس بتيجي مهما تحمري فيها ومهما تكوني جايباها آلية تلاقيها بتحمر منك بسرعة كده وبتطرى. دي بصراحة كانت كويسة يعني. هنا بقى دخلت بقى على الغدا. عايزة اقول لكم ان انا ايه بلبس وبنزل، اللي هيروح الدرس لا اللي هنزل اجيبه كده يعني. فقلت بقى ايه وانا لابسه كده والله لا هبدا اجهز في الاكل يعني. إيه قطعت بصلايه كبيره كده، قطعت كمان معاها كده، كانت الكبده جايه فيها حته من الدهن كده، اديتها تشويحه بيها مع شويه من الزيت يعني. ونزلت بقى كده ايه بالفلفل الالوان اللي انتوا شايفينه دوت. بصوا كانت نوعيه البطاطس دي حلوه قوي بصراحه. هبتدي بقى إيه اصفيها كده من الزيت واطلعها على مناديل المطبخ. طبعا البصله بتاعت الكبده جنبي، ودي على عين ودي على عين، فطبعا إيه احنا مركزين يعني في اللي احنا بنعمله في الاتنين واخدين بالكم. هنا بقى بعد ما خلاص البصلة كده والفلفل والحتة الدهنة اللي كنا حاطينها نزلت كده الدهن اللي فيها يعني. هبتدي بقى ايه اشوح بقى فيها الكبدة كده. شامين يا جماعة شامين الريحة طبعا روايح الاكل بتبقى جميله جدا في الشتاء كمان عن الصيف، الجو بيبقى ساقع كده. وفي نفس الوقت بقى ايه البوتاجاز بقى لما بيكون شغال والشقه بتبقى مقفله، فبتلاقي الشقه كلها ريحتها اكل وطبيخ يعني. بس هنا حطيت بقى الكبده ونزلت كده بنص معلقه صغيره من الثوم، وقلبتهم مع بعض بقى وغطيتها وسبتها. وهنزل بقى هنا إيه بالبتنجان بقى، كنت كده مقطعاه وغسلاه ومجهزاه يعني. وادي الكبده معايا كده اهي. خلاص بقى كده كانت دخلت على السوا خلاص. هنديها بقى كده الطماطم بتاعتها. اخر حاجة بس هديها كده رشة من الكمون بقى، ورشة من الملح، ورشة من الفلفل الاسمر. وكده تبقى خلاص بقى الكبدة خلصت معايا. هطفي بقى عليها كده بقى واسيبها
تعالوا هنا بقى بعد ما قلينا بقى الطبق التحابيش اللي احنا بنقول عليه بقى اللي بنحبه وبنعشقه دوت. بحب جدا الدقة بتاعت التوم والليمون والخل ديت في الهون يعني بصراحة. يعني بحبها بتبقى طازة كده وبتخلي للبتنجان والفلفل طعم تاني خالص. يعني لما بتكون طازة كمان غير اللي احنا بنبقى عاملينها في برطمانات وحاطينها في التلاجة دي، بتبقى بصراحة طعمها مميز كده وريحتها بتبقى جبارة. فهبتدي بقى احشي بقى الحاجة بتاعتي كده. وبعد ما خلصت بقى وقليت كمان شطة بقى وظبطت كده الكلام، هنعصر كمان كده نص ليمونة. بص الطبق يفتح النفس والله. انا بعشق جدا زي ما قلت لكم في فيديوهات كتير، بعشق جدا الطبق ده لوحده كده جنب البطاطس. ده العشق بتاعي والله. هنعمل كمان حبة سلطة بقى كده. قطعت جزراية، كان عندي كابوتشا كده، بغسلها ورقة ورقة عادي يعني. وببتدي برضو ان انا ابشرها، واللي مش هينفع يتبشر بقى بقطعه بالسكينة كده بقى وخلاص. وهنقطع بقى كده خيار، وهنحط طماطم، اي حاجة موجودة عندك حطيها في طبق السلطة ده. بصراحة يعني قيمة غذائية عالية اليومين دولت. في نفس الوقت كلها فيتامينات كده بتعلي المناعة يعني. ومن الحاجات اللي يعني اللي الدكاترة كلها بتنصح بيها اليومين دول هو طبق السلطة ده. بصوا انا بحب شكل الالوان بصراحه. يعني لما بتكون السلطه كده ملونه فيها الوان كتيره جدا بحب اكلها. ولما بتكون فلفل وطماطم بس كده ما باكلهاش. بس كده كان الاكل خلاص بقى جاهز معايا. هبتدي بقى كده ان انا اغرف يعني. نظبط بقى الاكل بتاعنا كده ونحط لهم بقى السلطه. بصوا حبه التحابيش اللي جنب الاكل، هما دولت المهمين. وهنحط بقى كده شوية من الليمون، واللهم ديمها نعمة يا رب واحفظها من الزوال. وده كده كان الغدا بتاعنا، غدا بسيط كده وسهل وسريع. جيت هنا بقى ايه، قلت لما ازنق حنين بقى كده، كنا خلاص بقى نهاية الاسبوع. فقلت لها تعالي بقى يا ساعديني، حرام عليكي ان مش هنزل لسه، هودي اخواتك واجيب اخواتك. وقعدت بقى صعبت عليها بصراحة. راحت قالت لي لا يا ماما انا خلاص انا هفرش معاكي الاوضه دي. بصراحة مسكت الخشب كله لمعته بالبليدج بقى المرة دي، لان انا بقى لي مرتين تلاتة كده بنفضه وبمسحه كده من غير بليدج. لمعتهولي بقى بالبليدج كده. وكانت الأوضة زي ما بقول لكم من الصبح. انا دلوقتي عدت لما بفتحها من الصبح بسيبها من الصبح مفتوحة. وافضل كمان مطلعة المخدات ديت في الشمس كمان تتشمس. وبفرش الأوضة بقى اخر النهار بقى وبقفلها. هي هنا بقى ايه من تحلى شخصيتي ولابسة خماري بقى. وكانت بتروق بقى معايا هنا كده الأوضة، وعمالين بقى يمين وشمال. طب يا ماما هاتي الكبرتيات كده. اخر ما زهقت قلت لها بقول لك ايه ما تقرفنيش بقى، ورحت مطبقاهم بصراحة كده بقى وخلاص. خدت بقى منها كده عشان انجز بقى اكنس الأوضة يعني. هديها كده لفة بالمكنسة على السريع. طبعا انا طلعت الدفايات، فمعنى ان انا طلعت الدفايات يبقى كده خلاص بقى هطلع البطاطين. الجو بقى سقع وكده ولسه لغاية دلوقتي بنستغطى بالكبرتيات الفايبر دي. هي بصراحة بتدفي وكل حاجة، بس بصراحة يعني ايه الجو سقع برضه عشان ما اضحكش عليكم. بس خدت لفة بقى كده في الأوضة بالمكنسة. لو وصلتي بقى معايا لغاية هنا ما تستخسريش بقى فيا اللايك، وانتظريني بقى الفيديو الجاي. هنعمل مع بعض بقى إيه فيديو حلو جدا في المطبخ كده. هنعمل بقى المحشي بقى والحاجات اللي احنا جبناها مع بعض ديت الجميلة. وادي كده هنا الأوضة بعد ما اديتها كده لفة بالمكنسة كلها. اخر حاجة بقى هرشها بالمعطر. طبعا قفلت الشبابيك كده بقى وخلاص. بقى المعطر ده يا جماعة احنا كنت جايباه يعني مرة معاكم في المشتريات. هي البخاخة دي خلصت بصراحة، بس انا بستخدمها في المعطر التاني اللي انا كنت جايباه. بفضيه في البخاخة ديت وبديله نص كوباية مية وبرجه كويس وخلاص ريحته تحفة. كنت جايباه معاكم في المشتريات، وان شاء الله بإذن الله هبقى اوريهولكوا اسمه يعني وشكله. والله العظيم ريحته جميلة جدا. ودي كده الأوضة بعد ما خلصت. فرشنا بقى اللفايات بتاعتنا. كل سنة وانتم طيبين، وربنا بقى ايه يجعلها شتوية حلوة كده خفيفة، تكون بقى ايه هادية على اولادنا كده واخدين بالكم. إيه بصوا بقى دي كانت الدفايات. هي بصراحة يعني كان شكلها حلو يعني. كنت جايباها السنة اللي فاتت في مشتريات معاكم برضو. انا بحب اعمل لها اكياس وخداديات كده على اساس ان هو يبقى طقم على بعضه يعني.
هي طويلة كمان عن كده، بس أنا والله تانياها كمان جنب السرير عشان